النهاردة هنعمل مع بعض أحلى بيتي فور ناعم زي الجاهز بالظبط بمكونات سهلة وبسيطة. تعالوا بينا على الطريقة. معانا هنا حوالي كيلو من الدقيق ورشة ملح. معانا هنا بيكنج باودر أو كيك شيف، ويفضل الكيك شيف. وهنخلط المكونات الجافة دي مع بعض زي ما انتم شايفين، نخلطهم كويس جدا. معانا هنا حوالي مقدار من 7 ل 8 بيضات كاملة، ومعاهم 2 حوالي بياض بيض، و4 من الفانيليا الأكياس. لو ما فيش فانيليا أكياس عادي ممكن نرش فانيليا سايلة عادي زي ما انتم شايفين كده. بكون هنا بخلط الزبدة عادي في العجان بتاعي، او بخلطها يدويا. لو انا ما عنديش عجان بضربها عادي، بتبقى زبدة بس، بتكون مطلعها مثلا قبلها بيوم درجة حرارة الغرفة. والكيلو البيديفور عندي بياخد حوالي 650 جرام من السكر الناعم، او 700 لو عايزاه مسكر. فانا هنا بحط السكر الناعم بتاعي على الزبدة زي ما انتم شايفين، وهبدأ ان انا برضو اخلط الزبدة والسكر مع بعض واحدة واحدة على الهادي زي ما انتم شايفين كده. لازم السكر يخش جوه الزبدة اهو، ابتدى ان هما يتخلطوا مع بعض. وابدأ ان انا انزل الجوانب علشان اعيد ضربها تاني، واتأكد ان السكر دخل جوه الزبدة نفسه. وانزل بالبيض بيضة بيضة، يعني بيضة، واستنى شوية يتضرب وبعد كده انزل تاني. لو نزل 2 مع بعض عادي مفيش مشكلة. ببدأ ان انا انزل بيه واحدة واحدة زي ما انتم شايفين. ما شاء الله تبارك الله. طبعا احنا عملنا مع بعض الكحك، وعملنا مع بعض البسكويت، وعملنا مع بعض القرص اللي هي بالعجوة. ودي بقى طريقة البيتي فور. شوفوا لو عايزين محتاجين اي طريقة تانية لاي صنف تاني اكتبولي في الكومنتات. هنا وقفنا بقى الضرب، وابدأ انزل برضو الجوانب بتاعتي عشان انا اعرف ان كله اتخلط مع بعض. وبعد ضربها بتأكد من الميكس بتاعي اللي انا عملته بتأكد منه، بشوف فيه لسه فيه سكر ما دبش مع الزبدة ولا لا. فكله كده ضرب، انا بضرب لحد ما تبقى لونها فاتح زي ما انتم شايفين كده. وابدأ احط الدقيق بس واحدة واحدة، مش كله مع بعض. وابدأ اشغل العجان بتاعي. شايفين يا جماعة، عشان شغلت على السريع لازم اشتغل على الهادي، بالذات لما يكون فيه دقيق عشان ما يعفرليش الدنيا زي ما انتم ما شايفين كده وحصل. وابدأ ان انا انزل واحدة واحدة، ويكون مشغلة على سرعة هادية جدا اهو. ودي العجينة بتاعتي اهي. ببدأ بقى يفضل ان انا هحطها واكمل بقية العجن يدويا زي ما انتم شايفين. وابدأ ان انا اخلطها كويس جدا بايدي، اعجنها كويس جدا بايدي. هي كده كده اتعجنت في العجينة يعني بنسبة حوالي 90%. 10% التانيين بقى دي بتبقى في ايدي انا زي ما انتم شايفين. ما شاء الله تبارك الله، العجينة نظيفة وزي الفل وجميلة جدا. في الاخر بقى بعد ما اعجن كده، انا تقريبا حطيت لها حته زبده علشان تسهل معايا الدنيا اكتر. وفي الاخر هقسمها العجينه دي نص ونص. هنا عندي الكاكاو بتاعي مع قطعه من الزبده. ويستحسن يا جماعه ان احنا نجيب كاكاو من الخامته كويسه، يعني ما تسترخصوش في الحته دي بالذات. عندي هنا نص الكميه بتاعتي بحطها عشان تبقى بالشوكولاته، لان انا هعمل نص كاكاو ونص عادي زي ما انتم شايفين. ويتخلط كويس جدا، اسيبه لحد ما اللون يتماسك كله مع بعض. وهنا كده بعد ما خلصنا العجن لطريقه الشوكولاته، وهنا النص بتاعت الفانيليا عادي. ما شاء الله تبارك الله، عجينه زي الفل. وابدا ان انا اي شكل عندي من الاقماع، احنا بنعمل الشكل اللي احنا عايزينه او الشكل اللي انتي مرتاحيله زي ما انتم شايفين كده. ممكن تعملي الورده ديت بالشكل ده، عايز تعمليها بالطول اعملي زي ما انتم حابين. اعملوا اللي انتم عايزينه، انتوا اللي هتاكلوه وانتوا اللي هتعملوا اللي انتم عايزينه زي ما انتم شايفين. هنا بقى بكمل بقيه الصاج بتاعي هنا قبل ما ادخله الفرن يا جماعه. هنا بعد ما خرج بسم الله ما شاء الله تبارك الله
زي ما انتم ما شايفين، وابدا الزقه بقى بالشوكولاته وازوقه بالشوكولاته، ازوقه بالمربى زي ما انتم ما شايفين.